السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو انت واحد من الناس اللي عندك مجموعة من الجمل والكلمات اللي بتكتبها دايما في تليفونك، سواء في الواتساب او في الشات في النوت في الايميل، وعايز تختصرهم، فالنهارده معانا ميزة جميلة في الايفون اسمها تكست ريبليسمنت. هتقدر ان انت تختصر الجمل دي عن طريق ان انت تحط لها كلمة او مجموعة من الاحرف عشان ما تضطرش تكتبها كل شوية. خلينا نخش مع بعض نجرب الميزة ونفهم فكرتها، ولعل وعسى تفيدك بإذن الله. هندخل على السيتنجز بتاعة الايفون، هندخل على جنرال، هندخل على كيبورد، هنلاقي قدامنا تكست ريبليسمنت. في التكست ريبليسمنت هنا هتلاقي قائمة بجميع الاختصارات اللي انت عملتها. هندوس زائد عشان نضيف واحدة جديدة. الجملة بتاعتنا هتكون مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالشكل ده الاختصار بتاعها هيكون ألف لام، وأقول له سيف. كل بقى الكلمات أو الجمل اللي أنت بتكررها كتير، سواء مثلا شغال في المبيعات، في بيزنس، مع أصحابك، محتاج إن كل جملة يكون ليها اختصار، اكتبهم كلهم هنا وبعد كده ابدأ استعملهم. خلينا نبدأ نستعملهم مثلا في النوتس. ألف لام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نبدأ نستعملهم في الواتساب، في أي شات مثلا عندك. ألف لام جاب لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا. كده يا شباب عرفنا الميزة، وعندنا بقى دلوقتي مجال ان احنا نختصر الكلام اللي بنفضل نعيد فيه كل يوم، لان انا بشوف بنفسي في بعض الناس بترد ردود ثابتة في شغلها، والردود دي ممكن تتعدل على حسب الشخص. واحد مثلا عايز يسأل عن حاجة في حي معين، فبيدوله الرسالة دي بتاعت الحي ده، ورسالة بتاعت الحي التاني، ورسالة بتاعت حي غيره، وهكذا. فممكن كل رسالة من دول بدل ما تفضل كابي بيست والكلام ده، عندك اختصار صغير يخليك تكتبها على طول. يا رب الميزة تعجبكم، ونشوفكم إن شاء الله مع مميزات تانية. سلام عليكم.